فاكتشفت ان في فرصه عظيمه للبري سيلز اللي هو بس يكون عنده ميزه ايه؟ ان هو راجل تراستد. بس في الامارات اللي بيليد المواضيع بري سيلز، اللي بيدير المنظومه البري سيلز. وهناك اللي ماسك الفندورز مش مصريين ولا اماراتيين وبتاع، لا بنتكلم في ناس هنود، واللي بيدير البري سيلز جزء منهم هنود. فبيحصل زي شبه اتفاق ما على شيء ما، فمين اللي بيدفع ضحيته؟ هو البيزنس اونر او الايه التوب مانجمنت اللي موجودين في الشركه. فالناس جت قالت ايه؟ احنا في كده، شوف لنا ناس تيجي تشتغل في المجال ده. قعدت اسال واعمل ريسيرش، وكنت بسال مهندس محمد صديقي، وسالت كذا حد في المواضيع ديت عشان اذاكر الماركت دوت، عشان بس سؤال حد كان بيسالني السؤال ده. فاكتشفت ان في فرصه عظيمه للبري سيلز اللي هو بس يكون عنده ميزه ايه؟ ان هو راجل تراستد. بس طب انت بقى عشان تبقى تراستد يعني هتبان ازاي؟ لازم بقى تبينها للناس. طبعا مش هنروح لفكره البيرسون براندنج، بس احنا هناخدها في الحته ايه، سطر كده، ان هي دي الفاليوز اللي انت بتحاول تظهرها للاخرين وتكون حاجه حقيقيه، مش بقى بيرسون براندنج اطلع اخد مايك وافضل اتكلم وخلاص. دي في وجهه نظر يعني، دي فكرتي عن موضوع البيرسون براندنج يعني. فهتلاقي كل الكلام مربوط ببعضه. فاذا في فرص ليك انت كراجل بري سيلز او راجل اوبريشن او راجل سيلز كمان في كل المنطقه العربيه، بس لازم تبقى كواليفايد، لازم تبقى كواليفايد.